من فترة كده كان في ترند بيقول لك إن الدنيا دي مهندسين وشوية ناس تانيين. الفيديو ده لأي مهندس فاكر نفسه أعلى من البشر. تخيل إنك تصمم مبنى الكل يحلف بعبقريته، ويجي طالب لسه في الكلية يكتشف غلطة أنت نفسك ما خدتش بالك منها. الكلام ده حصل في السبعينات. في مهندس اسمه لي مسيور بنى برج سيتي كورب، برج مبني بطريقة مختلفة جدا. الأعمدة اللي احنا عارفينها كلها بتتبني على الأربع زوايا بتاعة الأماكن، سواء كان مستطيل أو مربع، فبتتبني في الزوايا. ده خلف المعادلة، بنى الأعمدة في النص. ليه؟ لأن كان في كنيسة موجودة تحت وهو محتاج يبني فوقيها المبنى اللي هو البرج الكبير. فعمل إيه؟ فبدل ما يخلي الأعمدة تتبني في الأركان بتاعة المربع، خلى الأعمدة تتبني في النص بتاع المربع والأربع أركان فاضيين، بحيث إن الكنيسة تفضل موجودة تحت المبنى. وللعلم المبنى ده برج، مش مبنى دورين ثلاثة. المبنى خلص والناس سكنت وكله تمام، لحد ما جت طالبة جامعية كانت بتاخد المشروع ده كجزء من دراستها. البنت اكتشفت إن المبنى يتحمل الرياح الرئيسية، لكن لو في رياح جت باتجاه معين على المبنى ممكن تخلي المبنى كله ينهار بكل اللي موجود جواه من بشر. الطالبة وقتها راحت اتكلمت مع المهندس ده، وهو خد بكلامها وسمعها. وده الأهم في المهندسين، إن هم مش بيقولوا احنا صح دايما، هم بيقرروا بناء على دراسات. وبدأ فعلا يلاقي حل للموضوع ده، ولكن في السر، علشان محدش من الناس اللي ساكنة جوه المبنى تكتشف إن في مصيبة حصلت. القصة دي تعلمنا حاجة مهمة جدا، انت مش كبير على الغلط ومش صغير انك تصحح الغلط اللي انت غلط، خصوصا لو انت مهندس. ولو اول مرة تشوفني فاعمل فولو ولايك علشان تستفيد باللي جاي. وما تنساش انا معماري واسمي مصطفى الدمرداش.